خلينا نحكي لكم عن دراما مخفية صارت بين بيسان والشامي وما حدا انتبه لها. القصة وما فيها انه عبودة قرر يدعم ام البيس بحفلها الغنائي بلبنان، وشكله نسيان انه شريكة فؤاد جنيد. الشامي كتب على الستوري: موفقة بيسو بحفلتك، بيضيلنا وجدنا وشدي حيلك ولاد البلد معك. انه لا وبدلعها بيسو كمان، وهي انبسطت وشاركتها عندها. وما مضت ساعة على هالستوري الا والشامي حذفها بعد ما الفانز كيفوا وانبسطوا واشادوا باخلاق فنانهم، بعد ما قالوا عنه الفنان المتواضع الكبير الداعم لاولاد بلده. والسيناريوهات المتوقعة لحذف الستوري هي كالآتي: اولا الشامي اخذته العاطفة بلحظة وقرر يدعم بنت البلد، انه ايه ليش لا، بالنهاية هن منافسين وليسوا اعداء. وبعد شوي اجت الفكرة لما تذكر انه فؤاد جنيد رح يكون مع ام البيس بالحفل. هون حن لايام الحفلات مع فؤاد وكيف كانوا مكسرين الدنيا، زعل وحذف الستوري. السيناريو الثاني هو انه شركة وتري اللي مستلمة كل اعمال الشامي ما حبت انه الشامي يسوق لحفلة حدا منافس بالسوق، إجاه لعبودي اوردر انه يحذف الستوري. بكل الاحوال والحق يقال الشامي عمل شيء كتير منيح لما نزل الستوري، لانه صالح الفانزات يلي كانوا عم بيشدوا شعر بعض، ودعم بنت بلده ام البيس معنويا، وانهى اي اشاعة عن وجود خلاف بيناتهم. برافو يا عبودة، وبنتمنى كل التوفيق لبيسو بحفلتها.